مسيكم بالخير والهناء. معاكم العزيز بن زكور في حكايات أمثالنا الشعبية مع كارفور. يقول المثل التونسي: رزق حد ما ياكله حد. المثل هذا يا سيدي عنده قصة. يحكيه في قديم الزمان على مرأة وراجلها عايشين راس ورويس في دار قديمة أيامها تكرب ما فيها ما يتسكن، ولا نهار شعلوا كانون وإلا ذاقوا طرف الحم. الفطور والعشاء خبز وزيتون، وهي كلمة ويقولوها عيشة المغبون خبز وزيتون. المرأة لا خدمة لا قدمة، والراجل يخرج من الفجاري وما يروح كان في المغارب كي تظلم الدنيا. هي تتنصب الميدة خبزة وبقال ماء وحارة زيتون، والراجل مسكين يبدأ يتنهد ويقول: لمن ملاها. مرته يسخفها حاله، تقول: مسكين يخدم ويشقى ولا نهار عبك ريشته. تولي تعطيه الخبز والزيتون متاعها وتبات بالعشاء. ودامت هالحالة أشهر وعوام، حتى لين مرض الراجل وصاحب الأمانة هز أمانته. بعد المرحوم يكتب المكتوب وتعرس المرأة براجل قليل الخدمة متاعه حمال. هذا لا عنده لا دار لا حانوت لا جبانة فين يموت. نهار من نهارات هو راقد في الفرش متاع المرحوم ويشوف في شق كبير في الحيط متاع السدة. نقرب صوابعه يسمع في حاجة الترنن. قشر الحيط، نحى منه لقشة. ايش يلقى يا سيدي؟ يلقى خابية معبية باللويس. وسبحان مغير الأحوال، ولا هو ومريته كل يوم تتنصب قدامهم سفرة من خيرات السبعة، وبعد ما يفطر وإلا يتعشى ويعمل كويس تاي يقول: لمن فرخها. مرته تعجبت منه وقالت له: بالله اشنية السبة متاعك؟ المرحوم كان يقول لمن ملاها وانت تقول لمن فرخها. هزها يا سيدي البيت السدة وخرج لها القلة متاع اللويس وقال لها: راجلك القديم عاش حارمك وحارم روحه، يلم في اللويس في القلة ويقول لمن ملاها، وانا من فضل ربي كل يوم نصرف من القلة وما حبتش يطوفها ونقول لمن فرخها. راجلك يا بنتي كان عساس على رزقه وكي مات خلاهن. واسمع يا بنت الناس، رزق حد ما ياكله حد. هذه حكاية المثل. وانتم قولوا لي، راجل المرأة الثاني ايش كان يخدم؟ نحايسي وإلا حمال؟ هيا طلعوا تربحوا 500 دينار من عند كارفور وتعملوا أفار.